السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا بصحة جيدة ولا تنسوا تعملوا اشتراك قبل ما تبدوا، وشكرا على دعمكم. تمر العلاقات الفرنسية المغربية منذ فترة بأزمة صامتة جلت في خفض باريس للتأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف، مبررة ذلك بعدم تعاون الرباط في مجال الهجرة الغير الشرعية. وهنا خرج الرئيس السابق لفرنسا فرانسوا هولاند عن صمته في تصريح له، وهو بيعبر عن موقفه من الأزمة الدبلوماسية الغير المسبوقة التي عصفت بالعلاقات المغربية الفرنسية، حيث أن هولاند طرح عليه مصور الفيديو وهو مغربي على الأرجح سؤال حول رأيه في العلاقة بين باريس والرباط، ليجيب الرئيس السابق على الفور: العلاقات ليس بالجيدة ويجب أن تتحسن. وأضاف أن مشكلة التأشيرات وكل سوء الفهم وجب وضع كل شيء على الطاولة للنقاش والمضي قدما، وبالرغم من أن كلمتي لست رسمية فأنا لم أعد رئيسا. أعتقد أن إذا توفرت هذه الإرادة سوف نجتاز هذه الفترة الصعبة. أتمنى تشتركوا معنا عشان نقدم محتوى حسنة وتفرحوني حبايبي.